والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وأيامنا بهذه المناسبات العطرة السعيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى بحقهم أن يجعل أيامكم دائمة سعيدة ومباركة. أبدأ حديثي على مسامعكم الكريمة برواية عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، حيث يقول: قال لي أخي رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد أن يلقى الله عز وجل ولا خوفا عليه فليوالي ولدك الحسين عليه السلام. ابتداء نسأل الله لكم ولي ولجميع المؤمنين في كل بقاع المعمورة أن يجعلنا من الموالين للحسين عليه السلام. ولكن قبل ذلك أبدأ حديثي بمقدمة على إحيائنا لهذه المناسبات، وإن إحياءنا لهذه المناسبات العطرة هي ليست عادة بشرية أو تقليداً اجتماعياً، وإنما هي مستنبطة من إحياءات وإيحاءات وروايات أهل البيت عليهم السلام، حيث حثونا سلام الله تعالى عليهم أن نحيي هذه المناسبات وأن نحييها بذكر أصحابها، لأن هناك في إحياء هذه الذكريات مسؤولية، وهي أخذ العبر والدروس من صاحب هذه المناسبة. لأن الإسلام عندما جاء بمفاهيم، واحتاجت هذه المفاهيم إلى من يطبقها على أرض الواقع، لأن المفهوم والنظرية مهما بلغت من الرقي ومهما بلغت من العظمة لا يمكن أن تأخذ بمجامع القلوب ما لم تجد من يطبقها. فالذي يطبق تلك النظرية هو الذي يؤثر في الناس. فكم وكم نسمع بأحاديث العطاء والسخاء والكرم، ولكن كل هذه الأحاديث التي يتحدث بها المتحدث لا تؤثر، حتى لو تحدث لساعات وساعات وساعات لا تؤثر بقدر ما يؤثر عمل بسيط يقوم به شخص. فعندما يقوم إنسان بتحويل هذه النظرية إلى عمل، فإن هذا العمل سيكون له تأثير أكثر من تأثير الكلام والنظريات بملايين المرات. فالمفهوم كل مفهوم لا قيمة له إن لم يجد من يطبقه. ولهذا القرآن جاء بمفاهيم كثيرة، ولكن من الذي طبق هذه المفاهيم؟ الذي طبق هذه المفاهيم
هم محمد وآل محمد صلوات الله عليه. لذلك أصبح المعصوم أعظم من ذلك المفهوم، لذلك أصبح المعصوم أفضل من الصلاة، لأنه هو الذي طبق الصلاة. أصبح المعصوم أفضل من الجهاد. ليه؟ لأنه طبق الجهاد وكان هو المجاهد، وإلا الجهاد والصيام والصلاة كلها فارغة إن لم تجد من يطبقها. فعندما طبقها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه صار هو سلام الله عليه أفضل من تلك. ولذلك أنا وإياك نقرأ في زيارة الحسين سلام الله عليه: أشهد أنك شنو؟ أقمت الصلاة. يعني لولا أنت يا حسين لم تكن هناك صلاة، وآتيت الزكاة لم تكن هناك ماذا؟ زكاة. إذن المعصوم أصبح شنو؟ أصبح هو الذي يقيم تلك الفريضة، ولولا وجود المعصوم لما كان لتلك الفريضة ماذا؟ قيمة. ولهذا من هذا الباب، وإن كنت أريد أن أدخل لأن الوقت بالنتيجة وقت كلمة، والكلمة في حفل، والحفل له فقرات ومحدود الوقت، لذلك أيها الأحبة تأتينا الروايات التي تقول: ما نودي بشيء أعظم من ولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليه. ما نودي بشيء أعظم من الولاية أبدا، لم ينادى بشيء أعظم. لماذا؟ لأن هو الإمام، إمام الفرائض. فعندما نأتي مثلا إلى، لأن هذا الحفل يجمع المناسبات الثلاثة، فلذلك سوف أقتبس من كل معصوم من أصحاب المناسبات الثلاثة، أقتبس شيئا لنعطي أصحاب المناسبة حقهم. مثلا الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، أسألكم بالله لولا ثورة الحسين ولولا ما قام به الحسين عليه السلام أيكون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيمة؟ من الذي جعل لهذه الفريضة تلك القيمة العظيمة؟ أليس الحسين سلام الله عليه؟ عندما أعلن برنامج ثورته المباركة: إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله ليأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الحسين سلام الله عليه عملا خرج ولم يترك عذرا لمعتذر أن يعتذر في ترك هذه الفريضة العظيمة التي بسبب تركنا إليها وترك المسلمين إليها حدث لهم ما حدث من المصائب. المسلمون عندما تركوا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط الله عليهم شرارهم، ثم يدعون ليل نهار فلا يستجيب الله لهم. وهذا نص أحاديث أهل البيت عليهم السلام. فالحسين سلام الله عليه لم يترك لمعتذر عذرا. قالوا: إذا كنت تعلم أنك مقتول فما حملك للنساء؟ قال: شاء الله أن يراهن، لأن المسلمين
في بداية الدعوة لما كان يدعوهم النبي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقتال بين يدي رسول الله، كما صرح القرآن كانوا يعتذرون إن بيوتنا عورة. يعني احنا بدنا نجاهد لكن نخاف على بيوتنا، نخاف على أعراضنا، نخاف على نسائنا. الحسين سلام الله عليه أخرج فخر المخدرات زينب معه لكي لا يعتذر معتذر عن القيام بهذه المهمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاحظ البعد والروح التي أعطاها الحسين سلام الله عليه لهذه الفريضة. تدري أنت هذه الفريضة تعد بروايات أهل البيت سلام الله عليهم إلا عبارة كل الواجبات والمستحبات أمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنفثة في بحر ماء لجي. يعني نفس هذا الرذاذ المتطاير أمام البحر ما له قيمة. يقول كذلك كل الواجبات والمستحبات أمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ لا شيء. والذي أعطى روحا لهذه الفريضة هو الحسين سلام الله عليه. كذلك مقارعة الظالمين والوقوف في وجه الظالمين، هذا مفهوم قرآني. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا المفهوم مفهوم الجهاد والوقوف في وجه الظالم والطاغية والمتجبر والفاسد والمنحرف. هذا المفهوم القرآني العظيم الذي جسده وأعطاه روحا هو الحسين سلام الله عليه. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون. وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة. لاحظوا إذن الذي أعطى لهذا المفهوم القرآني وهو مفهوم مقارعة الظالم والطاغية والمتجبر، الذي أعطى لهذا المفهوم روحا وأصبح هذا المفهوم ذا قيمة هو الحسين سلام الله عليه. لاحظوا إذن عندما نحن نحيي ذكر الحسين ماذا؟ نحيي هذه المفاهيم التي من أجلها ضحى الحسين سلام الله عليه وقدم نفسه وأهل بيته وكل ما يملك. إذن عندما نحيي هذه الذكرى إنما نحيي الرسالة الحية، نحيي شرع الله، نحيي دين الله الذي يجب علينا جميعا أن نحيي هذا الدين. فنتخذ من الحسين أسوة وقدوة. وهذا الذي يفسر أتجلسون وتتحدثون؟ قال بلى يا ابن رسول الله. قال إني أحب تلك المجالس. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. وليس أمر أهل البيت إلا إحياء الرسالة التي جاء بها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. اللهم صل كذلك عندما نمر على ذكرى أبي الفضل العباس وهو تالي تلو المعصوم وهو المتربي في حجر المعصوم والمتتلمذ على يد المعصوم عليه السلام، أيضا هناك قيم لم يجسدها إلا أمثال العباس سلام الله عليه. يعني عندما تأتي إلى مفهوم أن أعلى قيمة للأخوة هي أخوة الإيمان، يعني عندما تأتي إلى هذا المفهوم
إنما المؤمنون ماذا؟ إخوة. مفهوم قرآني أو ليس مفهوما قرآنيا؟ إنما المؤمنون ماذا؟ إخوة. من الذي جسد هذا المفهوم القرآني؟ من الذي أعطاه قيمة عظيمة؟ من الذي أعطاه غير قمر العشيرة أبي الفضل العباس، هذا الذي لم يضحي للحسين سلام الله عليه لأن الحسين ابن علي بن أبي طالب وهو ابن علي بن أبي طالب، لا، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، لأن هذه الأخوة أخوة الدين. إذن قمر العشيرة سلام الله عليه أعطى لهذا المفهوم قيمة عظيمة وجسده. لذلك احنا عندما واليوم مبتلين بهذا المعنى، تشوف تعصبنا لأبناء جلدتنا ولأبناء قومنا أكثر من تعصبنا لأبناء ديننا، وهي مشكلة إخواني أحبتي أعزتي. احنا ما عندنا وطن بهذا المفهوم المتعارف اليوم، نحن وطننا المذهب، أينما يكون أبناء المذهب نحن نتعصب إليهم. إنما المؤمنون ماذا؟ هذه الحدود وضعها أعداء الإسلام أعداء الدين، هم الذين جعلوا هذا البلد بلد فلان وذاك البلد بلد فلان، وإلا بمنظور الإسلام إنما المؤمنون ماذا؟ إخوة. ولهذا ثورة الحسين سلام الله عليه جمعت بين مختلف القوميات مختلف اللغات، جمعهم. إنما المؤمنون ماذا؟ إنما المؤمنون إخوة. فلذلك نأخذ من العباس هذا المفهوم ونعمقه في أنفسنا. إني أحامي أبدا ماذا؟ عن ديني. مفهوم الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم ماذا؟ خصاصة. يعني الإنسان الإيثار مع احتياجه للشيء مع ذلك يعطيه. إنما المؤمنون ماذا؟ إنما المؤمنون إخوة. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. مفهوم الإيثار، هذا المفهوم من الذي جسده؟ العباس سلام الله عليه. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني، أتشربين بارد المعين تالله ما هذا فعال ديني. إيثار أو ليس إيثار؟ إيثار. هو يقول كما ينقل أن هذا المعنى عن الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول كان قلب عمي العباس كصالية الجمر من شدة الظمأ. هكذا كان العطش مؤثرا في قمر العشيرة بالفضل العباس. مع هذا لم يشرب الماء، لأنه شنو؟ يريد أن يجسد ويطبق شنو؟ مفهوم الإيثار. سمعت من بعض العلماء، أقول بعض العلماء سمعت منهم مباشرة ينقلون هذا المعنى، لم أجده في كتاب ولكن أنا سمعت منهم يقولون حتى أنه لما سقط العباس وكان من عادة أنه كلما سقط شهيد كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكأسه الأوفى يسقيه، لذلك الشهيد يقول الذي امتنع، الوحيد الذي امتنع هو قمر العشيرة بالفضل العباس سلام الله عليه. قال كيف ألتذ بالماء يا رسول الله؟ أنا لا أريد أن أثير أشجانكم وأحزانكم ونحن نعيش الفرحة، ولكن هذه قيم عظيمة إخواني. كيف ألتذ وأخي الحسين في الدنيا ظمآنا. إذن هذا مفهوم الإيثار، مفهوم الوفاء،
مفهوم التضحية، مفهوم الإيثار الذي جسده هو قمر العشيرة أبي الفضل العباس سلام الله. فنحن عندما نحيي ذكرى أبي الفضل إنما نحيي هذه المفاهيم العظيمة. كذلك عندما نمر على ذكرى الإمام زين العابدين سلام الله عليه فإننا نحيي أعظم مفهوم وهو مفهوم العبادة والطاعة إلى الله. أحبتي، الإمام زين العابدين علمنا، وهذا الدور الذي اطلع به سلام الله عليه، كيف نتكلم ونتعامل مع الله سبحانه وتعالى. الذي يريد أن يتعلم كيف يتعامل ويتكلم مع الله لا بد له أن يقرأ أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام، لأن الدعاء هو كلام الإنسان مع الله. إخواني، هذا الكلام المأثور أفضل وأعظم من الكلام المنشأ. بعض الأحيان الإنسان هو ينشئ دعاء، هذا لا بأس به شرعيا وفقهيا، لا بأس به لا غبار، ولكن أفضل الدعاء هو الدعاء المأثور عن محمد وآل محمد صلوات الله. فالدعاء والكلام مع الله، إذا أردت أن تتعلم كيف تتكلم مع الله، ولكن للأسف مما يحزن وما يؤسف أن هذه الصحيفة مظلومة بيننا لأنها مهجورة بكل ما للكلمة من معنى. أنا رأيت بعض من تتلمذ على يدي من الناس العوام، مو حتى من الطلبة، والله شفتهم بعضهم كانوا متلمذين على أيدي علماء، يعني تلمذين على أيدي علماء وعايشين ويا علماء من الماضين، يعني شفتهم يوميا عندما يقرؤون بعد صلاة الصبح يقرؤون صفحة أو صفحتان من القرآن الكريم، يقرؤون صفحة من الصحيفة السجادية يوميا. هذه الصحيفة التي يعبر عنها بزبور آل محمد صلوات الله عليه. علمنا الإمام زين العابدين كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى. من هو الله جل وعلا؟ ما حق الله علينا؟ علمنا أننا الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري، وأنا الجاهل في علمي فكيف جاهلا في جهلي. والإنسان قد ما يبلغ من العلم يبقى شنو؟ يبقى جاهل. وإلا عندما تمر على تاريخ الإمام سلام الله تعالى عليه، هذا الوضوء اللي الكثير من عندنا، مو الصلاة، الوضوء بس الصلاة الوضوء، ما بال أحدكم يبلغ 60 وهو لا يحسن صلاته وينقرها نقر الغرام. الإمام يقول الأحدهم شافه في مسجد جده المصطفى، شايف بعضنا يعني من يقعد يسولف، من يقعد قعدة خاصة، من يقعد يسولف ولا يهتم بالوقت، لكن هو يجي للصلاة وهو ما تعرف الركوع من السجود. الإمام مو بالصلاة، الإمام سلام الله عليه في الوضوء ترتعد فرائصه، يصفر لونه، يعني باصطلاحنا يتخربط حال الإمام سلام الله عليه.
يسأل الإمام: ما بالك يا ابن رسول الله؟ قال: حقا لمن يريد أن يقف بين يدي ربه أن ترتعد فرائسه. أنت واقف بين يدي جبار السماوات والأرض، لكن هذا المعنى ما يشعره. ولهذا يقول الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه: وكان أبي علي بن الحسين يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، وكان يحيي العبادة بالليل، يحيي الليل بالعبادة حتى يزحف إلى فراشه زحفا، لأن العبادة قد أعيته. يعني يوصل مرحلة الإمام بعد أن ينتهي من ورده الليلي أنه ماذا؟ لا يستطيع أن ينهض ويمشي على قدميه، وإنما يزحف إلى فراشه زحفا. وألخص كلمتي هذه عن عبادة الإمام زين العابدين، وأختم كلمتي هذه لأسمح للمجال لباقي المشاركين في هذا الحفل الكريم الذي أسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم على أمثال هذه المناسبات العطرة، لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله تعالى. سئلت جارية للإمام سلام الله عليه: صفي لنا مولاك زين العابدين. قالت: ما قدمت له طعام بنهار ولا فرشت له فراشا في ليل. صائما نهاره قائما ماذا؟ ولهذا يقول الإمام الصادق، من هذا تعرف عظمة وقيمة عبادة الإمام زين العابدين. يقول الإمام الصادق عليه السلام أبو عبد الله: لم يلحق بعبادة جدي أمير المؤمنين سلام الله عليه إلا علي بن الحسين زين العابدين. هذه الكلمة هواية عظيمة. المتكلم هو الصادق، صادق العترة، يقول: لم يستطع أحد منا أن يلحق بعبادة أمير المؤمنين سلام الله عليه إلا علي بن الحسين زين العابدين. ولهذا تدخل عليه أخته فاطمة فقالت: رفقا بحالك يا أخي، لم يبقي لنا الدهر إلا أنت. رفقا لأنه اصفر لونه ودق عظمه ولصق جلده على عظمه. فقال: أخي ناوليني كتاب جدي أمير المؤمنين. وكان ينظر إليه وهو يبكي ويقول: من يقدر على عبادة علي بن أبي طالب؟ نسأل الله سبحانه وتعالى بحقهم أن يجعلنا من السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم، وأن يرزقنا شفاعتهم. اللهم ندعوك كما دعاك إمامنا زين العابدين سلام الله عليه عندما قال: إلهي نامت العيون وهدأت النفوس وغارت النجوم وغلقت الأملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين. جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله في عرصات القيامة. إخواني، أئمتنا
من ضمن أدعيتهم، أنا هذا الدعاء عن الإمام زين العابدين ودعاء المعروف، الصلوات المعروفة عن الإمام الرضا، يدعون ويعلمون أنت بدعائك مو بس تطلب قضايا مادية، وحتى بعض القضايا المعنوية. الإمام يطلب من الله أن يريه وجه رسول الله. اللهم إنا نسألك بحق هذا الشهر وهو شهر نبيك، ونسألك بحق هذه المواليد للأئمة سلام الله عليهم أن ترينا وجه رسول الله صلى الله عليه وآله في عرصات يوم القيامة. اللهم وارزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وآله، وارزقنا شفاعته. اللهم إني آمنت برسولك صلى الله عليه وآله ولم أره، فلا تحرمني في القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته، واسقني من حوضه مشربا رويا هنيئا سائغا لا أظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره، فأرني في الجنان وجهه، وأبلغ روح محمد مني تحية كثيرة وسلاما. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.